خناقه جديده وحلقه جديده، بس بيجامه مش جديده، انا اول مره بس اصور بيها من سنه اولى جواز من قلب الكنبه. دلوقتي خلينا نقول ان اي راجل من حقه يعيش من غير بوز، طبيعي يعني، بغض النظر ان انا عندي اسباب اتفه مما تتخيل ان انا اضرب عليها البوز، وده جزء من شخصيتي. في حاجه الرجاله بتعملها ما تعرفش انها سبب للبوز ب9 سنين قدام. دلوقتي احنا اتخانقنا خناقه عابره ملهاش اي تلاته لازمه، مش فاكرين اصلا سببها، وحضرتك خدت بعضك زي الشطور ورحت الشغل. ما قلتش حاجه وانت نازل، ده معناه انك بطلت تحبني. ما صالحتنيش ولا جبت ورد، ده معناه ان انا ما بقتش عاجباك. وانت نازل قفلت باب الشقه وراك، مع ان ده الطبيعي اللي المفروض يحصل، ده معناه انك بطلت تهتم. رحت الشغل، فطبيعي انت رايح عشان تشتغل وتتسحل فيه، فما فيش ولا مزدايه منك، ده معناه انك شفت لك شوفه تانية. وانت يا حبه عيني فاكر انك سايبني نهدى عشان نعرف نتكلم. اما انا كدماغ ست عظيمه، في 6 7 8 ساعات اللي انت سبتني فيهم جبت لك كل المواقف الوحشه اللي عملتها في حياتك حتى من قبل ما اعرفك. في منهم موقف علم معايا قوي، دمعت ورغيت كده لما انت اتريقت عليا ساعه ما كنت بختار الستاير ايام الخطوبه. بجد طول عمرك قاهرني. عندنا كستات مفيش حاجه اسمها انا هسيبك لحد ما تهدي. سبتني يبقى كل دقيقه بتعدي بموقف اوحش من اللي قبليه انا هفتكره لك. احنا كستات بنحتاج واحد يلم او يتكلم او يصالح، بس دلوقتي حالا، لان صدقني اول ما انت اتحركت كده ومشيت انا كملت الخناقه في دماغي. يعني انا في ردود على الخناقه اللي في دماغي انت رديتها ضايقتني ورحت اشتكيت لاهلي عليها. الخناقه دي بقى اصلا خياليه او حقيقيه ما تسالنيش، بس هي خناقه وانت قلت لي كده. انا مش فاكره امتى وازاي، بس انت قلتها لي. الخلطه بقى السحريه اللذيذه عشان تطلع من الزنوقه اللي انت فيها دي. انت دلوقتي واحد متعصب بجد، واحتمال لو اتكلمت هتطلقه، تمام، حقك برضه. وفي نفس الوقت الست دي لو سبتها اكتر من كده هي اللي هتبقى اوريدي جابت المأذون وطلقت نفسها لوحدها. نعمل ايه في القصه دي؟ خش عليها تقول لها حبيبتي انا اسف لو زعلتك كده، ايه، طلعت نفسك من الغلط ولبستها شويه حنيه على جمله احنا بس محتاجين نهدى شويه عشان نعرف نتكلم بقى في الاخر كده، بس انت عارفه ان انا بموت فيكي وماليش غيرك. بس خلاص انت هترجع تلاقي تمثال على وش حضرتك بالكرنب اللي انت بتحبه اللي هو زياده زبده ده. خلاص بقى الست دي مش هتزعلك ابدا، او هتنسى البوز اساسا. ان حضرتك تسكت عشان احنا قفشنا وانت شايف ان القفشه ملهاش لازمه اصلا، فكبرت دماغك فرحت الشغل فقعدت طول اليوم، وراجع بقى على اساس ان خلاص بقى احنا هنهزر وافكها وبتاع. الله يعينك على البوز، واحتمال يكون سلك الراوتر اتقطع والبلاي ستيشن اتكسر. بص هي عملت خناقه بترزيع حاجات في البيت في دماغها. بغض النظر ان البيجامه دي انا عارفه ان انت مش هتاخدني على محمل الجد، بس صدقني احنا كستات مش هممنا الخناقه قد ما بعد الخناقه اللي حصل. لو حابب انك ترد عليا يا ريت ترد عليا في كومنتس دلوقتي، ماشي، عشان انا كمان في حاجات بتخيلها في دماغي.